سلام. واش عمرك لاحظتي بانه نفس النوع ديال المشاكل ونفس النماذج ديال الناس كيبقاو يتعاودوا في حياتك بواحد الطريقه ماشي طبيعيه، ولا بعض المرات كيكون اول لقاء بينك وبين شي شخص وكتحس تجاهه واحد الغضب ماشي طبيعي وما غير مبرر، ما يعرفش السبب علاش. هذه ماشي طاقه سلبيه وماشي صدفه وماشي مؤامره، هذا كيتسمى الظل. كارل يونغ واحد من اكبر علماء النفس سماه الظل، واليوم غادي نفهموا شنو هو الظل وعلاش كيتحكم فينا بلا ما نحسو. فاش كنا صغار باش نعيشوا وسط واحد المجتمع ونكونوا مرغوب فينا ومقبولين، تعلمنا اننا نقسموا راسنا جوج ديال الاجزاء. جزء زوين مقبول مؤدب هو اللي كنوريو للناس واللي كتسمى القناع ولا البيرسونا، اما الجزء الثاني فيه كاع الحوايج اللي تقال لنا بانهم عيب وحشومه وما خصناش نديروهم، واخا هادشي كان بدون الموافقه ديالنا. هاد الجزء المرفوض كنهزوه وكنلوحوه في واحد البلاصه مظلمه في العقل ديالنا. هذيك البلاصه هي الظل، لانه هو لحناه ولكن ما تمسحش، بقى كيتخبى تما. هذيك البلاصه اللي كتخبى كيكون واحد الحاجه مكبوته، واحد الحاجه اللي حنا ما بغيناهاش مرفوضه، ولكن كتبقى تخبى حتى كتولي تخرج لينا بواحد الطريقه ما بيناش، كتولي لنا ظل في الحياه ديالنا. ما كتخرج بطريقه واضحه وصريحه اللي هي القناع ديالنا اللي كنوريو للناس، ولكن كتخرج بواحد الطريقه متخفيه اللي هي الظل. وهذا الشيء اللي غادي نحاولوا نفهموا اليوم ونتكلموا عليه ونفصلوا. فاش كنكبتوا هذوك الصفات اللي ما بغيناش واللي احنا ما معترفينش بهم كنلوحوهم في العقل اللاواعي ديالنا، ولكن العقل اللاواعي ديالنا كيبغي يبينهم لينا وكيبغي يفرضهم على شكل ظل، كيبانوا عن طريق الاسقاط النفسي ولا لا بروجيكسيون. ناخذ مثال كيفاش مثلا انا واحد الشخص اللي انا بصح في الانتقاد السلبي بزاف، ما واحد الانتقاد ما عنده حتى شي فائده وما كيعجبني حتى شي حاجه، اي شي حاجه شفتها كنبدا ننتقدها. انا بصح فيا هاد الصفه ولكن انا ما معترفاش بها، كتبان لي صفه خايبه ولكن انا ما معترفاش بها. ما عمرني ما غادي نقول انا ساره فيا الانتقاد الخاوي وفيا الطاقه السلبيه بزاف، فين ما كنشوف شي واحد كنبدا نطيح ليه الكواري، انا ما عمرني ما غادي نعترف بها. ولكن فين ما كنشوف شي شخص فيه هاد الصفه هادي كنبدا نحاربه بواحد الطريقه اللي هي شرسه وكنصب عليه واحد الغضب قوي بزاف. يعني داك الشخص كيستفزني لواحد الطريقه اللي كنعطي واحد رده الفعل قويه بزاف. مثلا فين ما كنشوف شي شخص فيه الانتقادات بزاف الخاويه اللي ما عندهم حتى شي فائده، كنبدا نقول داك الشخص فيه الانتقاد الخاوي وهداك الشخص فيه الطاقه السلبيه بزاف وهداك الشخص ما عرفتش علاش كيدير بحال هكا، ولكن انا راه بصح دايره بحال هكذا وكنبدا نشن عليه داك الهجوم. وكن بعض المرات كاع كتكون رده الفعل ديالي قويه بزاف حتى الناس كيبقاو يقولوا ويلي هادي مالها مثلا علاش دارت بحال هادشي كامل. هادشي كتعتبر ظل. لكن هنا خاصنا نفرقوا بانه كاين واحد الصفات اللي بصح هما مستفزين، غير هو خصنا نردوا البال شنو اللي غادي يخلينا نفرقوا ما بين واش هي ظل ولا هي بصح استفزاتني وعطات داك الرد الفعل الطبيعي وماشي ظل. هنا خصك تشوف التكرار. ملي كتشوف بانه دائما ديك الصفه كتستفزك بواحد الطريقه غير طبيعيه وانهم دائما كتكرر معاك وكذا، هذاك عباره عن ظل. ولكن ملي لانهم كاينين بصح شي صفات غير اخلاقيه ملي كنشوفهم في الناس بصح كيستفزونا وكنعطيو واحد الرد فعل، ولكن كيختلف عاوتاني ما بين الظل وما بين واش انها ظل ولا لا، هو طريقه ديال رده الفعل ديالك انت. الغضب ديال الظل كيكون واحد الغضب كبير وغير مبرر، ماشي كنبدا الراي ديالي في انه ما عجبنيش هذاك التصرف ولا شي حاجه كنبدا الراي طبعا بيني وبين راسي ولا كذا. كيكون واحد الغضب غير طبيعي وغضب الحجم ديالو كبير وما نقدروش نبرو، كنقول بحال هذاك بنادم زاد فيه شويه، يعني ما كتستاهلش كما كنقول. دابا غادي نجيو لواحد النقطه اخرى ديال هي شنو علاقه هذوك المواقف اللي كيبقاو يتكرروا معاك بزاف بالظل. مثلا انت واحد الشخص عندك الظل ديال عدم القدره على المواجهه، انت فهمتي كبرتي هكا بانه القدره على المواجهه ملي كتعرض لواحد الحاجه وكتواجه الموقف اللي انت محطوط فيه، هذا كتعتبر حاجه خايبه. دونك انت شديتيها وكبتيها على اساس انه ظل. بحالاش غادي تبان؟ دائما انت غادي تولي تلعب داك الدور ديال ديك الضحيه اللي مسالمه، والضحيه اللي دائما هي مغلوبه على امرها. دونك شكون هو النوع ديال الناس اللي كتجذب الناس اللي توكسيك والناس اللي مسيطرين، هما اللي كتجذبهم لحياتك باش تبقى دائما انت في داك الموطن ديال الضعف ويبقاو هما في داك الموطن ديال القوه. هنا ماشي عقلك اللاواعي ماشي كيحاول يعاقبك بانه يحطك في هادشي ويقول لك شوف انت، لا،
كيعرضك لهاد المواقف وكيجذب لك هذوك الاشخاص على امل انهم اللي تحط في داك الموقف تكون عندك ديك القدره على المواجهه. ولكن طالما اننا ما واعيينش بانه هذاك راه ظل، ما عمرنا ما غادي نتخلصوا من التكرار ديال هذاك الموقف والجذب ديال نفس النوع ديال الاشخاص. النهار اللي كنعرفوا بانه ظل وكنوقفوا عليه تما غادي تحبس هذيك السلسله ديال التكرار. نفهموا بانه الظل ماشي هو الجانب الشرير منك، الظل هو فقط الحوايج اللي قمعتيها وما بقيتيش باغي تعترف بوجودها في الحياه اليوميه ديالك، واخا انت باغيها واخا انت ما موافقش على انها ما تكونش في الحياه ديالك، ولكن هي مقموعه. يعني ماشي جا خصنا نفرقوا ما بين الجانب الشرير وما بين الظل. الظل راه ماشي هو غير الصفات السلبيه، كاين لي واحد الحاجه كتسمى الظل الذهبي، يعني يقدر يكون حتى صفات زوينين وصفات ايجابيه كتشوفهم في الناس انت باغيهم توصل لهم ولكن ما قدرتش توصل لهم وتكبتوا ولاو عباره عن ظل. انا نعطيو مثال كيفاش، لانه بالامثله غادي نفهموا اكثر. مثلا انا كتعجبني السياقه، يعني كيعجبني نصوب، ولكن انا مثلا تربيت في واحد العائله اللي عندهم عيب المراه انها تسوق وحشومه وممنوع. دونك انا صافي وليت كنامن بانه المراه ما خصهاش تسوق، ولكن انا في الداخل ديالي راه باغيه نسوق وما كرهتش. بحالاش كيبان هاد الظل هذا؟ كيبان في انني فين ما كنشوف شي بنت كتسوق اش كنولي نحاربها، نولي نقول لها انتي ما مزياناش وانتي شادشي، والعيالات ولاو كيسوقوا والعيالات ولاو كيديروا حتى ماشي غير السياقه. مثلا انا كنتكلم على المراه لانني انا بنت، دونك كنتكلم على المراه ولا مراه خدامه، ولا انا مثلا شفت بانه الخدمه ديال العيالات شي حاجه ما خصهاش تكون، وكبرت بانه الخدمه ديال العيالات شي حاجه عيب وداكشي وحرام. دونك ملي هنا حيت هنايا الظل كيدخلوا فيه باش في المجتمع باش يقنعونا بانه الحوايج ما مزيانينش كيحرموهم، واخا ما محرمينش الشرع ما حرمهمش. دونك كنولي فين ما كنشوف شي بنت خدامه كنولي نحاربها واش هادشي وانتوما وكذا وكذا. هذاك راه عباره عن ظل. فين ما كنشوف نفس الصفه في البنات في واحد في السوق، فين ما كنشوف نفس الصفه ديال البنات كتسوق صافي انا اوتوماتيكمون خصني نحاربها. ولكن انا في الداخل ديالي راه ما كرهتش نكون هي ديك البنت. واش فهمتوا هذا كيفاش الظل؟ النهار اللي غادي نوعى ونتصالح مع فكره انه انا بغيت نسوق وانا مآمنه بانه البنت تسوق ماشي شي حاجه عيب وماشي شي حاجه حرام، النهار اللي غادي نتصالح مع هذه الفكره ونتقبل هذا الظل ديالي صافي ما غاديش نبقى نحارب البنات اللي كيسوقوا، ونقدر كاع ما غاديش يبقى يتكرر معايا داك الموقف بزاف، لانه فين ما نشوف شي وحده صايبه غادي تستفزني. وهذا الشيء كيتكرر عندنا بزاف في المجتمع، ماشي غير في السياقه ولا في الخدمه ولا في شي حاجه، ماشي غير عند البنات، عند كل شيء. كتشوف ان واحد الشخص هو باغي واحد الحاجه ما كرهش يكونها، ولكن لانه تفرض عليه ماشي هو اللي اختار، تفرض عليه بانه هذيك القناعه خطا، صافي كيولي هو ظل وباغي يخرج، باغي يبان، كيبان في صوره انه فين ما كيشوف شي شخص عنده ديك الصفه اللي هو باغيها كيحاربوا، كيشن عليه واحد الهجوم شرس. كما قلت قبيله راه خصنا نفرقوا ما بين انه واش انا بصح كنشوف شي حاجه ضد المبادئ ديالي وكتستفزني، ولا شي حاجه هي ظل. الفرق هو التكرار، وداك الغضب كيكون غضب شرس وغير مبرر. السؤال دابا هو كيفاش نعرفوا الظلال ديالنا. غادي تختار واحد جوج اشخاص في حياتك، واحد كيستفزك سلبيا وغادي تشوف شنو هي ديك الصفه اللي كتستفزك فيه، وغادي تشوف واش كتكرر معك في حياتك. اوكي، غنشوف هاد الصفه واش كتكرر، وتشوف هاد الصفه واش كتكرر معك في حياتك بزاف. يعني دائما نفس الصفه كتستفزك بزاف ديال الاشخاص. الا كان هذا راه ظل ديالك، وخاصك تشوف واش انت بصح كابت هذيك، واش هذيك الصفه بصح هي فيك وانت ما عجبكش. ثاني شي حاجه غادي تختار واحد الشخص اللي انت كتحس باتجاه واحد الغيره ولا شي حاجه ايرفو كتشوفو كتبغي تحارب فيه ديك النقطه. خصنا نورماليزيو الشعور ديال الغيره ماشي ديال الحسد لا، كنورماليزيو الشعور ديال الغيره. ملي كنكبتو الشعور ديال الغيره هذاك راه ظل. خصني ملي نحس بالغيره نقول انا غرت من هذاك الشخص، ها علاش وها علاش وها علاش، وقيلا هاد النقطه كدا راه انا باغي نكون بحال هكذاك وكذا وكذا وكذا، باش ما تحولش ديك الغيره لهجوم تجاه داك الشخص. هذا حتى هو خصك تشوف شنو هي هاد النقطه هذه اللي كتحس بها بزاف من الغيره من الناس، هي راه داك حتى هو ظل اللي كيتسمى ظل ذهبي.
وماشي بالضروره توصل للظلال ديالك كاملين تعرفهم، غير المهم هو تبدا ديك الرحله ديال التعرف على الظلال ديالك، لانه غادي تكتشفوا بانه كاين عندكم بزاف ديال الظلال. خاصك غير يكون عندك داك التصالح مع النفس وداك التصالح مع الذات ديالك، ديال انه انا راه بصح فيا هاد القضيه، واخا هي ماشي حاجه زوينه فيا اجي نخدم عليها، ولا انا راه بصح كتعجبني هاد الحاجه ولكن انا كبرت على انها حاجه خايبه، طالما انها ماشي شي حاجه حرام، كبرت على انها حاجه خايبه، ماشي مشكل اجي نعطي لراسي الفرصه، طالما انها ماشي خايبه اجي نعطي لراسي الفرصه انه بصح نجربها، واخا هي كتعجبني، واخا انني انايا كبرت في المجتمع على انها حاجه ما مزيان. وفي الختام ديال هذا الفيديو بغيت نقول بانه كيف ما قلت ماشي مهم هو انه نكونوا عارفين الظلال ديالنا كاملين، ولكن المهم هو نبداو ديك الرحله ديال البحث على الظلال، وتعرفي راسك وتعرفي شكون انتي، وشنو اللي بصح كاينه رفزك، وشنو اللي بصح هو ضد المبادئ ديالك، وشنو اللي كاين رفزك لانه ظل ديالك. يعني خص تكون عندك واحد الشجاعه قويه بزاف بانه توقفي وتقولي بصح انا هاد الحاجه هادي كتستفزني لانه هي ظل ديالي، وبصح انا يا هاد الحاجه هادي كتستفزني لانني انا ما كرهتش نكون بحال هكاك، وهذه كتستفزني لانني انا بصح دايره بحال هكاك، هاد الصفه واخا خايبه وما كتعجبنيش انا هاديك اجي نخدم على هاد النقطه هادي. ايوا هذا ما كان، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.